صباح الخير. موضوع فقرتنا النهاردة عن القلقاس اللي ليه واللي عليه. صعب انك تلاقي افراد اسرة واحدة كلهم بيجتمعوا على حب القلقاس، وفي الفترة الأخيرة زاد الهجوم على القلقاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه انه عديم القيمة الغذائية. واللي جاي اقوله لحضراتكم النهاردة ان القلقاس قنبلة من المعادن والفيتامينات اللي مفيدة لصحتنا. هو عبارة عن محصول شتوي موطنه الأصلي جنوب شرق آسيا، ومن أكتر الدول المنتجة ليه نيجيريا. وقيمته الغذائية المرتفعة بترجع لارتفاع محتواه من فيتامين سي اللي بيساعد على إنتاج كرات الدم البيضاء، وبالتالي بيقوي المناعة. كمان مفيد لمرضى الأنيميا لأنه غني بالحديد. ومريض السكر لازم ياكل قلقاس بشكل أسبوعي لأنه غني بالألياف اللي بتنظم مستوى السكر في الدم. كمان مريض الكوليسترول ما ينساش القلقاس لأنه غني بالألياف اللي بتخفض مستوى الكوليسترول الضار في أجسامنا. الباحثات عن الرشاقة والرجيم لازم النظام الغذائي بتاعها يكون فيه قلقاس لأنه سعراته الحرارية قليلة، والألياف الكتيرة اللي موجودة فيه بتدينا شعور بالشبع لفترات طويلة. ولمحبي النضارة وجمال البشرة عليهم بالقلقاس لأنه بيدي نضارة للبشرة، والسيدات اللي بتعاني طول الوقت من التهاب المفاصل عليها بالقلقاس. القلقاس خضار شتوي مفيد لصحتنا ولصحة أفراد أسرتنا. إحنا كمصريين اتفننا في عمايل القلقاس، عملناه أخضر وعملناه أحمر. طب المشكلة أو الشائعة اللي طلعت على القلقاس جت منين؟ جت نتيجة التعامل الخاطئ مع درنة القلقاس. التعامل السليم كالتالي: إن احنا نجيب القلقاس نقشره بشكل كويس جدا. أثناء التقشير بتصدر مادة قد يكون لها ضرر على صحة الإنسان نتيجة عملية التقشير، فعشان كده بننقع القلقاس بعد التقشير في مية لمدة ساعة، وبعد كده بنتخلص من مية النقع ونطهيه بشكل جيد ونقدر نقدمه على المائدة. كمان القلقاس بيعتبر طقس من طقوس الإخوة الأقباط في عيد الغطاس. القلقاس محصول أو خضار مفيد جدا لصحتنا، ياريت نكون حريصين إنه يكون موجود على مائدة الأسرة المصرية. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة.